صباح الخير، أنا عبد الرحمن ودي تكملة الحلقة الأولى من كورس Large Language Model Engineering أو LLM Engineering على قناة AI Lab بالعربي. في الجزء ده هنكمل شرح أساسيات مهمة جدا علشان لو عايز تبني application حقيقي معتمد على ال AI. في الجزء ده هنشرح إيه هو ال LLM أو إيه هو ال Large Language Model أصلا. فالموضوع بسيط جدا. تخيل معايا أنك دخلت مكتبة ضخمة فيها ملايين الكتب والمقالات والحوارات، كل صفحة منهم اتقرت واتخزنت جوه عقل رقمي ذكي جدا اسمه ال LLM ال Large Language Model. النموذج ده ما بدأش عبقري من الأول، لكنه اتدرب على كمية نصوص رهيبة جدا علشان يفهم اللغة، مش بس الكلمات، لا كمان الأسلوب ومعاني الكلمات ونية الكلام نفسه. طيب لما تسأل النموذج سؤال ايه اللي بيحصل جوه، اول حاجة بتحصل حاجة اسمها التقطيع او التوكنايزيشن او التوكنز، واللي هو السؤال بيتقسم لوحدات صغيرة، كلمات، حروف، او حتى علامات ترقيم او حتى ارقام. اسمها الحاجات دي كلها اسمها التوكنز. مثال، لو انا جيت قلت له what is AI فتبقى متقطعة what is AI علامة استفهام، كل واحدة فيهم توكن. بعد كده تاني حاجة تدخل على السلف اتنشن او الانتباه الذاتي، وهنا بيظهر البطل الاساسي لل LLM اللي هو الترانسفورمر. يعني ايه ترانسفورمر؟ ده زي عقل ذكي بيقرا الجملة كلها مرة واحدة بس، وبيشوف ايه الكلمات اللي مرتبطة ببعضها علشان يفهم معنى السؤال كويس. طيب مثال بسيط، جملة مثلا زي القط قاعد على السجادة علشان كان تعبان. لو سألته مين كان تعبان هيعرف فورا ان المقصود هو القط مش السجادة. طيب لو جينا شرحنا بشكل موسع اكتر وواضح على التكنيك او التقنية اللي اسمها الترانسفورمرز، زمان كان قبل الترانسفورمرز كان في نماذج زي ال RNN وال LSTM. دي كانت بتقرأ الكلام كلمة كلمة تسلسليا ورا بعض، وده كان بيخليها بطيئة في فهم الجمل الطويلة نفسها، لحد ما جت سنة 2017، لحد ما جت جوجل سنة 2017 ونزلت بحث مشهور جدا جدا اسمه Attention is all you need. والبحث ده قدم للعالم نيو تكنيك أو تقنية جديدة تماما، وهي الترانسفورمر اللي فعلا غيرت قواعد اللعبة كلها. طيب ايه اللي بيحصل جوه الترانسفورمر بالظبط عشان يبقى جيم تشينجر في المجال ده كله؟ الترانسفورمر بمنتهى البساطة هو كذا مرحلة بتحصل للجملة نفسها. بنحول أول مرحلة بعد ما خدنا التوكنز، ما الجملة دي نفسها اتقسمت لحاجة اسمها توكنز، بنعمل حاجة بنحول التوكنز دي لحاجة اسمها فيكتورز امبيدنج، وكل توكن بيتحول لفيكتور، يعني شوية أرقام، ودي بيبقى كأنه بيترجم الكلمة لأحداثيات في السبيس الرقمي بشكل رياضي علشان يقدر يفهم معنى كل كلمة بالنسبة للكلمة التانية. طيب بعد كده بنتنقل للمرحلة التانية اللي هي السلف اتنشن لايرز أو طبقات الانتباه الذاتي. كل فيكتور دلوقتي بيبدأ يشوف علاقته بكل الفيكتورز التانية في الجملة، وكل فيكتور بيتحدث مع الباقي بقرار ويقرر مدى ارتباطه بيهم، اللي هو الاتنشن سكورينج. تمام. وبعد كده لو الجملة فيها 5 كلمات مثلا، كل كلمة من ال5 دول هتتحدث مع ال4 كلمات التانية، وبعد كده هيغير الفيكتور بتاعه علشان يعبر عن معنى الكلمة وسط الجملة كلها. وبعد كده ندخل المرحلة الثالثة اللي هو الستاكينج لايرز أو تكرار الطبقات، علشان النموذج يبقى أو يبني فهم أعمق للسياق نفسه. بيقرر خطوة الانتباه على الاتنشن مع حاجة اسمها الفيد فورورد، اللي هو شبكة عصبية صغيرة لتطوير التمثيل نفسه، وده بيكرر حوالي 12 ل 24 مرة حسب النموذج. وكل طبقة من دول بعدها بيحصل حاجتين مهمين. أول حاجة اسمها residual connections، ودي روابط بتساعد النموذج يحتفظ بمعلومات الطبقات اللي فاتت علشان المعلومة المهمة ما تضيعش. وبعد كده تاني حاجة بتحصل اسمها اللاير نورماليزيشن، ودي عملية رياضية بسيطة بتخلي الأرقام مستقرة وبتساعد النموذج يتعلم بشكل أسرع وأفضل. وكده ندخل على المرحلة الأخيرة في الترانسفورمر اسمها normalization and output،
ودي بعد كل طبقات ده بيطلع نموذج فيكتور نهائي لكل كلمة، وده جاهز علشان نتوقع الكلمة اللي جاية أو يجاوب على السؤال بشكل كامل ومنطقي. طيب مثال توضيحي بسيط، جملة مكونة من 5 توكنز أو 5 كلمات أو 5 حاجات هتتحول ل5 فيكتورز، كل فيكتور هيمر على 12 طبقة attention أو 24 طبقة attention وفيد فورورد، وفي النهاية كل فيكتور هيبقى فاهم السياق الكامل للجملة، هيكون جاهز للإجابة أو إنتاج نص جديد واضح جدا ومنطقي. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة دي أو حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها يعني إيه نموذج Large Language Model وبيشتغل إزاي بالتفصيل، عشان يكون سهل علينا نفهم كل الحلقات الجاية بشكل أفضل. في الحلقة الجاية هنبدأ الشغل العملي خطوة بخطوة، وهنشوف إزاي نقدر نستخدم وندمج نماذج الشات جي بي تي جوه التطبيقات بتاعتنا من خلال الكود، وهنستخدم البايثون بشكل سهل وواضح. وكمان هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم الأولاما علشان نقدر نشغل النماذج زي الشات جي بي تي وغيرها على الجهاز بتاعنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان الحلقات توصل لك أول بأول، ولو عندكم أي سؤال أو اقتراح للحلقة الجاية اكتبوها في الكومنتس، وشوفوا الحلقة الجاية، ويلا بينا نكمل رحلتنا مع بعض.